تخيل ان اكتر شخص ممكن يوجعك مش عدوك ومش حد بيكرهك ولا حتى الشخص اللي اذاك قبل كده. اكتر شخص ممكن يوجعك هو عقلك نفسه. عقلك ممكن يخليك تخسر حد كان صادق معاك بس لانك فسرت كلامه غلط. القصة عن صديق بيهزر مع صديقته وكان اسمها امل. قال لها جملة بسيطة: انت هتطلعي عقدك عليا ولا ايه؟ هو قالها وهو بيضحك، هي سمعتها وسكتت. بعد دقايق او لحظات بلوك من كل حاجة، هو اتصدم وهي اتقفلت. قلبه وقع، دماغه وعقله مش فاهمين حاجة. حس ان كل حاجة ضاعت في ثانية، العلاقة كلها انتهت في ثانية. السؤال هنا مش مين اللي غلط، السؤال الأهم ليه رد فعلها كان قوي بالشكل ده، وليه عقلها كتب الرواية بدل ما يسمع الواقع. اللي حصل ده مش موقف عادي، ده مثال حي على آلية اسمها ايموشنال تريجر أو المحفز العاطفي. خلي بالك، المحفز مش الكلمة، المحفز الحقيقي هو الذكرى اللي ارتبطت بالكلمة. العقل ما بيسمعش الجملة لوحدها، بيسمعها ومعاها أرشيف كامل عن الماضي، لأن المخ ما بيخزنش الحدث بس، بيخزن الإحساس اللي كان موجود وقت الحدث. فلو حد اتجرح زمان وهو سامع جملة معينة، الجملة دي بتتحول جوه دماغه لزرار إنذار. مجرد ما بتتقال تاني الزرار بيشتغل. مش لازم نفس الشخص ولا لازم نفس النبرة، التشابه لوحده كفاية، لأن المخ ما بيشتغلش بنظام الحقيقة، هو بيشتغل بنظام البقاء. الجهاز العصبي ما بيسألش هو ده هجوم بجد، هو بيسأل اللي حصل ده شبه حاجة وجعتني قبل كده. وفي اللحظة دي بيحصل حاجة معروفة باسم اختطاف اللوزة الدماغية، والمفهوم ده كان شرحه دانيال جولمان في كتابه Emotional Intelligence. جولمان سمى اللوزة الدماغية دي الإنذار السريع. الجزء ده بيقدر يتفاعل في أجزاء من الثانية قبل ما القشرة الأمامية المسؤولة عن التفكير والمنطق تشتغل أو تاخد فرصة إنها تراجع الموقف. يعني أنت ممكن تتألم قبل ما تفهم السبب أصلا. اللوزة الدماغية أو الأميجدالا بتلقط التشابه وتضرب الإنذار وبتسلم القيادة لوضع الطوارئ. في اللحظة دي جسمك بيتغير، نبضك بيبقى أسرع، عضلاتك بتتشد، صوتك يعلى أو يحصل صمت مفاجئ، لأن الهدف مش الفهم، الهدف هو النجاة. المخ دايما بيكون عنده مسارين للتعامل مع الخطر، مسار سريع وبدائي وده بتاع اللوزة الدماغية، هو إن المخ بينقل لها الإشارات بشكل مباشر من الحواس، فبيحصل استجابة فورية وطبعا تسرع في الحكم على الموقف. المسار التاني مسار أبطأ ومنطقي، ده اللي بيعمل التحليل والتقييم للمواقف. بس المشكلة ان في المواقف العاطفية المسار السريع دايما هو اللي بيكسب. علشان كده في ناس كتير بتندم بعد ما بتهدى، لما التفكير بيبتدي يرجع زي الاول. والجزء ده خصوصا انا كنت شرحته بالتفصيل في حلقة الاستفزاز، تقدر تشوفها. بس نتيجة ده انك بتزعل قبل ما تفهم، بتنسحب قبل ما تسمع، بتقطع العلاقات قبل ما تفسر. الإحساس دايما بيسبق الفهم، ولما الإحساس بيسبق الفهم العقل ما بيقولش يمكن أنا فاهم غلط، هو بيقول بما إني حاسس بالخطر يبقى الخطر ده حقيقي. وده اسمه emotional reasoning. وده ما بيحصلش عشان أنت ضعيف، هو بيحصل لأن جهازك العصبي أسرع من المنطق بتاعك. طيب اللي بيحصل بعد ما جهازك العصبي بقى يولع، عقلك ما بيسكتش، ده بيبدأ يشتغل فورا، بس مش علشان يفهم، علشان يفسر. وهنا بندخل على طبقة أخطر اسمها التشوهات المعرفية، والمفهوم ده أسسه العالم ألون تيبيك، مؤسس العلاج المعرفي السلوكي. الفكرة بسيطة ومخيفة في نفس الوقت. العقل أحيانا ما بيشوفش الواقع، هو بيشوف نسخة معدلة منه، نسخة على مقاس جروحه، لأن بعد ما بتحس بالخطر المخ بيكون محتاج قصة تبرر الإحساس ده. فلو الإحساس قوي القصة لازم تبقى قوية زيه. ومن أشهر التشوهات المعرفية اللي بتحصل في اللحظة دي مثلا المايند ريدنج، إنك بتفترض نية ما اتقالتش، زي انك تفترض مثلا ان هو قال لك هو شايفني ضعيف. او ممكن يحصل برضو الشخصنه، انك بتفترض ان كل حاجه وحشه موجهه ليك، هو بيقلل مني. او الايموشنال ريزونينج، انك لو حاسس بحاجه يبقى اكيد الحاجه دي حقيقيه. انا حاسس بالاهانه يبقى هو اهني. لاحظ الترتيب معايا كده: احساس، تفسير، اقتناع، مش واقع وتحليل واستنتاج. يعني بعد ما بتحس بالخطر عقلك بيكمل الجملة من عنده: انت هتطلعي عقدك عليا، بيتحول في دماغها تبقى ايه؟ انت معقدة فعلا، انا شايفك ناقصة، انا بكشفك قدام نفسك. هو ما قالش كده بس عقلها كتب النص ولعب الدورين، المؤلف والمخرج. واخطر حاجة انك وانت متضايق بتصدق النسخة اللي كتبها مخك اكتر من الواقع اللي قدامك. طب ليه المخ بيربط بسرعة بالشكل ده؟ خليني ارجعك لتجربة كلاسيكية كان عملها ايفان بافالوف. بافالوف كان عنده كلب، كان دايما قبل ما يقدم له الاكل بيضرب له جرس. بعد شويه الكلب بقى بيسيل اللعاب بتاعه مجرد ما بيسمع صوت الجرس ده، لان المخ ربط بين صوت الجرس والاكل. المشكله بقى ان مخ الانسان بيعمل نفس الربط بالظبط، بس بدل الاكل بيحط الم. الجمله اللي بتتقال هي الجرس والذكرى هي الالم، ورد الفعل بيبقى انسحاب. وده اسمه
الاستجابة العاطفية المشروطة، إن المخ ما بيحللش كل مرة من الصفر، هو بيستخدم دايما اختصارات، والاختصارات دي مفيدة في النجاة بس مدمرة في العلاقات، لأنك ممكن تسيب إنسان وصديق حقيقي علشان تحارب شبح قديم. وعلشان تفهم الصورة كاملة لازم تعرف إن الموضوع مش مجرد إحساس نفسي، اللي بيحصل بيولوجي كمان. في اللحظة اللي الكلمة بتفكر جهازك العصبي بالماضي، الجسم بيتعامل كأنه الخطر ده رجع فعلا. زي ما قلت لك، ضربات القلب بتبقى أسرع، نفسك ممكن يعلى، عضلاتك تتشد، تركيزك يضيق. وده مش لأن الموقف بتاع دلوقتي خطير، لكن لأن الجسم اتعود إن النوع ده من المواقف بيساوي تهديد. وده بالظبط اللي مذكور في كتاب The Body Keeps the Score. الفكرة الجوهرية فيه، الصدمة مش ذكرى في العقل، الصدمة حالة محفوظة في الجهاز العصبي. يعني ايه الكلام ده عمليا؟ يعني الشخص ممكن يكون فاهم ان اللي قدامه منطقيا مش قاصد يهاجمه، ولا قاصد يتريق عليه، ولا قاصد يستخدم جروحه ضده، بس جسمه مش مصدق. وده صراع بيكون صعب جدا. العقل بيقول مفيش خطر، والجسم بيقول اهرب، وفي الصراع ده الجسم غالبا هو اللي بيفوز. اخطر نتيجة في الحالة دي ان الشخص ما بيكونش بيتفاعل مع الحاضر، هو بيتفاعل مع الماضي لكن من خلال الحاضر. يعني اللي قدامه بيتحاسب على جروح عملتها ناس تانيين، مش لانه وحش، لكن لانه جهازه العصبي بقى متبرمج على الحماية. وهقول لك مثال يوضح لك الكلام المجعلص ده. تخيل شخص اتربى من صغره طول عمره على انه بيتقال له انت حساس بزيادة، كبر واي حد يقول له انت زعلت بيسمعها كانها انت ضعيف. الجمله اتغيرت بس الاحساس هو. خلاصه الفقره دي ان الناس اللي ردود فعلها قويه مش دايما بيبالغوا، هم بس ناس جهازهم العصبي عاش اوقات كتيره في حاله انذار. واللي عاش سنين مستعد للهجوم صعب انه يصدق الامان بسرعه. استنى معايا لحظه بقى قبل ما تروح للاتجاه التاني وتفتكر ان المشكله دايما في تفسيرك. عشان نكون عادلين، مش كل رد فعل قوي اسمه تريجر، ومش كل ألم سببه الماضي. في ناس فعلا كلامهم مؤذي، وفي فرق جوهري بين الحالتين. ولو ما فرقتش بينهم، لا إما هتظلم نفسك، لا إما هتسمح لحد إنه يظلمك. الحلقة الأولى اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة اللي هي التريجر. الكلمة اللي بتتقال في حد ذاتها بتكون عادية نسبيا، ناس تانية ممكن تسمعها وما تتأثرش. رد الفعل دايما بيكون أكبر من الموقف. الإحساس اللي وصل لك بيكون مألوف كأنه حصل قبل كده. بتحس إنك رجعت للماضي لحظات، إن الشعور اللي وصل لك أقدم من الشخص نفسه اللي قاله لك. دي غالبا بتكون ذكرى اتفتحت، مش إهانة حصلت دلوقتي. الحالة التانية وهي الإساءة الحقيقية، ودي هتنزل فيها حلقة لوحدها وحلقة طويلة شوية. الكلام بيكون فيه تقليل واضح، النبرة فيها استهزاء، في تجاهل لمشاعرك لما بتوضح إنك متضايق، والسلوك نفسه بيتكرر. هنا الموضوع مش تشوه إدراكي، هنا بيكون فيه تجاوز. مش كل ألم محتاج تحليل داخلي، لان في كتير بيكون محتاج حدود واضحه. الفرق الجوهري بين الاتنين ان التريجر شبح من الماضي بيتكلم بصوت دلوقتي عالي، انما الاساءه شخص قدامك بيختار انه يتجاوز. واحده فيهم بتحتاج وعي داخلي، والتانيه بتحتاج موقف خارجي. لو خلطت بينهم هتلاقي نفسك بتسامح اساءه حقيقيه باسم الوعي، او هتخسر ناس كويسه باسم الحساسيه. وهنا في سؤال حاسم، لو نفس الجمله اتقالت من شخص بتحبه وبتثق فيه، هل كنت هتزعل بنفس الدرجه؟ لو الاجابه لا، غالبا الجرح اقدم من الموقف ده. بس لو الاجابه يبقى انت عندك سبب حقيقي للضيق. وفي علامه فاصله مهمه، التريجر غالبا بيكون مكثف ومفاجئ، بيطلع بسرعه وبيهدى لما بتتكلم وتفهم. الاساءه الحقيقيه بتبقى نمط، بتحصل مره ومرتين وثلاثه. الوعي مش انك تشك باحساسك، الوعي انك تتحقق منه. مش كل مره تقول اكيد انا اللي مكبر الموضوع، ومش كل مره تقول اكيد هو اللي غلطان. النضج انك تسال قبل ما تحكم. والموضوع ده مش بس في العلاقات العاطفيه، ده ممكن يحصل جوه شغلك كمان. يعني المدير قال انت محتاج تركز اكتر، هو قصده انك تتطور، انما الموظف ممكن يسمعها انت فاشل. صاحبك اتاخر عليك في الرد، مخك ترجمها انا مش مهم عنده. طب ما هو ممكن يكون مشغول، بس مخك اختار اقرب تفسير بيطابق خوفك. لان لما العقل بيتعود انه يتوقع الرفض، اي تاخير عليه بيبقى رفض، واي ملاحظه بتبقى تقليل منه. تعالى دلوقتي هقولك 3 خطوات توقف بيها الاختطاف اللي بيحصل لعقلك قبل ما تنسحب، وقبل ما تعمل بلوك، وقبل ما تقطع علاقه ممكن ما تتعوضش طول عمرك. اول حاجه، اهدى ثانيه واسال نفسك ال3 اسئله دول. انا متضايق من اللي حصل، ولا من احساس قديم اتحرك جوايا؟ هل اللي وجعني هي الجمله نفسها، ولا الشعور اللي رجعني لموقف قديم؟ لو الاحساس اقدم من الشخص اللي قدامك، يبقى في احتمال كبير ان ده تريجر مش اهانه ليك. تاني حاجه، ايه الواقع وايه القصه، ولازم تفصل بينهم. ايه الجمله الحقيقيه اللي اتقالت حرفيا كلمه كلمه، وبعدين اسال ايه المعنى اللي انا اضفته من عندي. احيانا الفرق بين الاتنين
بيكون هو سبب المشكلة كلها. زي مثلا لو الواقع ان المدير قالك انت محتاج تركز اكتر، هنا عقلك بيعمل القصة بتاعت انت مش كفء او انت فاشل. الواقع قصير بس القصة طويلة ومؤلمة. تالت حاجة واهم حاجة، اطلب توضيح بدل الانسحاب. بدل ما تقفل افتح، بدل ما تفسر اسأل. جملة بسيطة جدا لكن ناضجة جدا، انت قصدك ايه؟ الجملة دي بتعمل حاجتين اخطر من بعض، بترجع القشرة الامامية هي اللي تشتغل بتاعت التحليل والمنطق، وبتدي الشخص فرصة انه يوضح قبل ما تحكم عليه. احيانا كلمة توضيح بتنقذ علاقة كانت على بعد جملة او كلمة من النهاية. والحقيقة ان اغلب العلاقات ما بتبص بسبب نية سيئة، بتبوظ بسبب تفسير سريع واتخاذ قرار اسرع. لو قدرت توقف نفسك ثانية بين الإحساس ورد الفعل، أنت كده كسرت الاختطاف اللي بيحصل لك. الثانية دي هي الفرق بين ندم بعدين ونضج دلوقتي. في ناس خسرت حب عمرها بسبب تفسير، وناس قطعت علاقاتها بأهلها بسبب نبرة فهمت غلط، وناس أنهت صداقات عشان رسالة أو جملة اتحملت أكتر من معنى. وفي ناس بتعيش لوحدها مش لأن الدنيا قاسية، لكن لأن جهازها العصبي اتعود يشوف الخطر حتى في الأمان. لأن اللي اتوجع كتير بيبقى صعب يصدق إن في حد مش جاي يوجعه. الحقيقة الصعبة مش كل حد جرحك كان قاصد يهاجمك أو يهينك، وأحيانا ودي أصعب مواجهة، اللي وجعك مش كلامه، اللي وجعك هو المعنى اللي عقلك حطه للكلام. في فرق بين شخص قال جملة وعقل كتب رواية. الشخص الناضج مش اللي ما يتأثرش ولا اللي بارد وما بيحسش. الشخص الناضج هو اللي بيشك في تفسيره قبل ما يشك في نوايا الناس، اللي بيقول لنفسه أنا ممكن أكون فهمت غلط. وده مش ضعف، دي شجاعة نفسية. لو عقلك مليان جروح قديمة هتشوف أي كلمة كأنها سكينة، ولو جواك خوف قديم هتحس بأي صوت إنه تهديد، ولو اتعودت إنك تعيش في وضع الدفاع هتضرب ناس كانت جاية تحضنك. بس لما تعالج جروحك ولما تفصل بين الواقع والقصة وتدي الناس فرصة إنهم يوضحوا، هتكتشف حاجة مؤلمة بس مريحة في نفس الوقت، إن نص الناس اللي أنت كنت فاكرهم بيأذوك كانوا أبرياء، وإن أخطر معركة أنت خضتها في حياتك ما كانتش مع الناس، كانت مع ذكرياتك. ويمكن العدو اللي أنت بتحاربه طول عمرك ما كانش قدامك، كان جواك. أنا تيتو، ودي كانت رحلة وعي.